اهم حاجه في الفحص ده اللي هو الاي سي جي، جهاز رسم القلب اللي متوصل بجهاز الرنين المغناطيسي علشان يقيس السيستول والديستول، انقباض القلب وانبساطه. علشان كده لو الليدز اللي على قلب العيان ده اتحركت من مكانها وانا بعمل للعيان الفحص ده او مش ملزوقه كويس، الفحص بيبوظ لا شك. رنين على شرايين الطرفين السفليين بدون صبغه. تعالوا ندردش شويه. عيان مثلا ما ينفعش نعمل له مقطعيه بالصبغه على شرايين الطرفين السفليين، وظائف الكلى مثلا عنده عاليه او ما فيش صبغات متوفره او سعرها عالي حبه، بنعمل ساعتها MRI لور ليمب انجو وزود كونتراست. طيب ازاي؟ مبدئيا الفحص ده بيتعمل على جهاز رنين مغناطيسي مغلق 1.5 أو 3 تسلا. ثانيا العيان بيغير هدومه، بنسجل بياناته، بيدخل برجليه، بنخلي السنتر في بداية الكحالين. بركب جهاز رسم القلب كويس جدا اللي هو متوصل بجهاز الرنين المغناطيسي، واتأكد ان الليدز ملزوقة كويس جدا، وبيتم تركيبها على قلب العيان. لو هم 4 ليدزات كما في بعض رسم القلب اللي بعض اجهزه الرنين، بنحط واحده على قبضه الاسترنيوم واتنين تحتيها، والرابعه بتبقى ناحيه الشمال بجوار القلب بالشكل ده كده. وبيتم تركيبها كالتالي: سما زرع ارض، والرابعه جنب القلب. السما اللي هي الابيض، الزرع اللي هو الاخضر، الارض اللي هي الاسود، الرابعه جنب القلب اللي هي الاحمر. ايدين العيان لا شك انها بتبقى تحت راسه، بنأكد عليه ان هو يقعد معانا وقت طويل حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع، فممنوع تماما الحركه. في سوفت وير الاجهزه القديمه كنا بنكتب قيمه رسم القلب دي في البروتوكول مانيوال، لكن في الاجهزه الحديثه هو بيتعامل اوتوماتيك. بنستخدم البادي كويل على الطرفين السفليين بالشكل ده، بناخد السيرفي بتلاقيه مصور لي الطرفين السفليين بالكامل. بناخد بروتوكول 3 دي بلاقيه حوالي 3 بوكسات او اكتر، في الاجهزه الحديثه حوالي 6 بوكسات، كل بوكس تحتيه ريست سلاب. الجهاز بعد ما بيخلص المجموعات دي كلها وبيقعد يدخل جوه الجانتر ويخرج على كل منطقه. لو ياخد مثلا على الشرايين بتاع الساقين يحطها تحت الجانتري بالظبط وفي نص الماجنت بالظبط، شرايين الفخذين تحت الماجنت بالظبط، البايفوركيشن فوق يخليهم تحت الماجنت بالظبط. الجهاز تلقائي بعد ما بيخلص السيكونس ده بندخله على ال 3 دي او الام بي ار، بيجمع لي الشرايين وبتظهر الصوره معايا بالشكل ده. بس شرط زي ما قلنا ان يكون العيان ثابت تماما ورسم القلب والليدزات متركبه كويس جدا. خلص الفحص.